يا جماعه النهارده انا صحيت الساعه 9 الصبح وكنت نشيطه قوي، عايزه اعمل كل حاجه، قايمه زي الحصان حرفيا. بس لقيت السرير والمخده بيشدوني كده، بيقولوا لي معقول هتمشي وتسيبينا؟ ما انت طول الاسبوع اصلا سايبانا وما بتساليش فينا، ما بتناميش طول الاسبوع، يعني ما جاتش على يوم اجازتك يعني تنامي فيها شويه. فحسيت بكسل كده برضو فجاه، ونمت لحد الساعة 12 الظهر. المفروض ان احنا كنا متفقين مع بابا ان احنا لما نصحى هنفطر وهنطلع نتغدى بره وهنخرج وكده هيفسحنا، بس لقيت بابا بيقول لنا اخرجكم النهارده من دون نفس، يعني فاهمين انتوا دي نفس مقفولة حبة، اللي هو عايز يقعد في البيت عين في النار وعين في الجنة. فقلت له خلاص يا بابا مش مشكلة نخرج النهارده، انت خرجتنا الاسبوع اللي فات كتير فخلاص. لقيته ان هو عايز يرتاح، ده يوم اجازته، فخلاص فقلنا مش مشكلة نخرج النهارده. وطبعا انا بحب الخروج جدا وما بحبش اقعد في البيت لان بيجيلي اكتئاب. انا في الاجازه ما بحبش اقعد في البيت 5 دقايق، لازم اخرج، لازم اروح اي مكان. فطبعا اتفقت ان انا واخواتي النهارده نعمل تحدي ونقنع بابي ان احنا يا بابا هنستغل عربيتك النهارده بقيه اليوم. دلوقتي الساعه 3 العصر، اوكي انا اتاخرت حبه بس كان في شويه حاجات كده بعملها في البيت. فقلنا له يا بابا احنا هناخد عربيتك بس حبه كده، يعني كام ساعه كده ناخدها نلعب بيها شويه، قصدي نلعب فيها شويه. فطبعا انا خطرت لي فكره ان انا هقضي بقيه يومي كله هنا في العربيه، هنجيب حاجاتنا كلها وهناكل هنا وهننام هنا وهنقعد هنا وهنلعب هنا بقيه اليوم كله. وانا طبعا متحمسه جدا للتجربه دي لان انا اول مره اعملها، بس في مشكله صغيره قد كده، ان عربيه بابايا مكركبه جدا، بقالها تقريبا سنه ما اتنضفتش او سنه ما اتروقتش، يعني هي نظيفه ما فيهاش زباله بس مكركبه جدا 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 جدا. يعني انا فتحت صندوق العربيه لقيت فيه حاجات غريبه قوي يا جماعه، عشان ارتبه فقلت خلاص انا اصور لكم الاول لقطه من الفيديو وبعدين اروح انضف واصور لكم بعد ما انضف. انا هروح انضف ارتب العربيه عشان نعرف نقعد فيها وبعدين هرجع اصور لكم انا عملت ايه. اوكي استنوني شويه صغنونين بس قد كده. شوفوا يا جماعه انا عملت ايه في العربيه، انا حرفيا قلبتها الكامبينج. فرشنا اللحاف وجبنا الحاجات اللي احنا هنحتاجها، وطبعا ده كيكو حبيب قلبي، اوكي، وجبنا سماعه البلوتوث عشان احنا هنخربها برضو هنا، قشطه كده. طبعا كيكو حبيب قلبي هيقضي معانا الكامبينج النهارده، اوكي، مسي عليهم يا كيكو، احلى مسا على الناس المسا. يا جماعه من شويه لقيت صحاب خواتي جايين وبيقولوا لي دونا هو احنا عاوزين